دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي اقرا التيكت اللي على بكرة التريكو. انا لو رايحة اشتري بكرة تريكو هختارها على اساس ايه وايه الليبل اللي انا هختاره او العلامات والحاجات اللي هشوفها عشان اقدر اعرف اذا كان الخيط اللي معايا ده مناسب ولا لا. معانا النهاردة مثلا بكرة زي بكرة أليز، ودي نوع تركي مشهور جدا في السوق المصري. زي ما شايفين كده معايا الاسم أليز بركم كلاسيك و100% أكريليك. التركي واضح طبعا عليه، ده اسم ولون البقرة. طيب تعالوا نشوف كده، ده هنا الفيسبوك ومش عارف ايه والحاجات دي، وفي هنا العلامة دي مكتوب كولر ولوت. اللي يهمني الكولر، كولر رقمه كام؟ رقمه 117 عشان لو هشتري خيط تاني اكمل على الشغل، عشان مثلا محتاجة خيط تاني كمالة او حاجة، اقدر اجيب نفس الرقم عشان يبقى نفس اللون وما يبقاش وانا بكمل الشغل الاقي الحاجة مخالفة. تعالوا بقى نشوف هنا البيانات دي اللي موجودة على التيكت. بيقول ايه؟ بيقول هنا انه هو 100% اكريليك، وكاتبلك بالتركي والانجليزي والروسي وحاجات تانية كتير ولغات تانية. لكن العلامات اللي تحت دي برضو مهمة، دي الأهم. 100% أكريليك طبعا مهم إن أنا أعرف إذا كنت عندي حساسية من الأكريليك ولا لأ. في عندي هنا علامة الغسيل، وهنا الغسيل بيبقى يدوي. لو هي مش واضحة قوي دقيقة كده اهي، العلامة علامة اليد ووش باليدوي. العلامة كمان اللي تهمنا هي علامة المكوى، زي ما انتوا شايفين هنا دي علامة المكوى اهي. دي علامة الغسيل، ان هو بيكوي بس على حرارة اول حرارة خالص، يعني ما ينفعش ازود عليه الحرارة بتاعة المكوى. تاني علامة معانا هنا مهمة اعرفها هي عدم الغسيل في الغسالة، دي العلامة دي. ودي برضو اللي بعدها هي علامة مهمة جدا، هي مقاسات الإبرة. هنا كاتب إنها علامة إبرة التريكو مش إبر كروشيه، فده مناسب لإبر التريكو اللي هي من 4 ل6. يعني لو هستخدم إبر 4 5 6 أو ما بينهم، فده إيه الخيط ده مناسب ليها جدا. كمان العلامة اللي في الآخر دي اللي هي المربع اللي عليه المقاسات 20 و15، هي علامة من العلامات المهمة جدا، ودي العينة اللي أنا بعملها علشان أعرف مقاسات مظبوطة ولا مش مظبوطة، وهنتكلم عنها بالتفصيل في فيديو تاني. بعد كده بيجيب لي مقاس الخيط، بيقول لي ان هو 210، بيقول لي ان هو 110 جرام، وبيفرد معايا 210 متر. 210 متر. لو لاحظنا هنا نرجع تاني للون، اللون هنا زي ما قلنا ان هو 117. لو جبنا بكرة تانية هنلاقي الكالر هنا مختلف اهي. البكرة هنا 164 الكالر، نفس الكلام كله بالظبط، نفس الحاجة، كل الحاجات زي ما هي، بس الرقم هنا مختلف 164، وهتلاقي اللون مختلف شوية. لو جبنا بكرة تانية كمان لون تاني هنلاقيها هنا رقمها 289، والرقم هنا هتلاقيه بيبي بلو بالرقم 389. ده ازاي اعرف الحاجة اللي هي التيكت، اعرف اقراه ازاي واعرف اهم العلامات والاهم حاجات اللي تهمني اعرفها.